في زمن بقينا ننسى فيه التفاصيل، بيجي فنان يذكرنا إن الجمال الحقيقي بيستخبى في أصغر الحاجات. ضيفنا النهاردة قدر يحول الخشب والورق والألوان لمدن تنطق بالحياة، وشوارع بتفكرنا بذكرياتنا، وبيوت بتحسسك بالدفى والحنين. المحتوى اللي هتشوفوه النهاردة مش بس ممتع، ده محتوى بيحترم عقلك وعينك وقلبك. النهاردة احنا بنرحب بالأستاذ نبيل. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله الحمد لله. اتفضل عرفنا بيك. نبيل ثروت، فنان تشكيلي متعدد الأعمال الفنية، داخلة في تراث الشعبي القديم، وبعض أعمال لوحات ريليف وألوان زيت وفخار، بلون الفخار. طيب دلوقتي طبعا انا شغلني سؤال قوي، ايه سبب شغف حضرتك بعمل المجسمات والتحف؟ هو أول حاجة الأعمال ديت مش مجرد متعة بصرية، لا دي لها يعني برضك إيقاع اجتماعي كبير. أنا دلوقتي بعتز بالأعمال الفنية اللي هي في التراث الشعبي، لأن بتاخد مني مجهود وتعب، وتقريبا أنا تخصصت في هذا المجال. زي ما احنا شايفين دلوقتي المجسمات دي قدامنا، فأنا عايزة أعرف ايه هو أول مجسم حضرتك عملته وأصعب واحد فيهم. أول مجسم هو البيت الشعبي القديم. احكي لنا حكايته. وده كان تحت ظروف، كانت أم الأولاد كانت مريضة جدا، ووالدتي كانت في شيخوخة يعني متأخرة جدا، فخد مني فترة، ويعني داخل في سنتين. ولكن يعني انت العمل الفني الحقيقي اللي بيحقق الهدف المفروض ما يتربطش بالمدة الزمنية. أصعب تفصيلة كانت في الماكت اللي احنا شايفينه قدامنا حضرتك اللي اشتغلت فيه سنتين. أنا صراحة ما بستهونش بأي حاجة في العمل الفني، ولكن طبعا التصميم والنسب دي أهم شيء عشان توزن العمل، والواحد يستريح في بداية الشغل إن هو بيشتغل على أرضية سليمة، مش هيجي يغير شيء علشان شافه بعد كده مش مظبوط. يعني ما شاء الله أنا شايفة هنا إن في حتى خشب، إن السطح يعتبر أو تحت السطح إن كمية خشب معمولة بتفاصيل وكأنها حقيقية. بالزبط. حتى المشابك ما شاء الله، يعني احكي لنا المشابك دي اتعملت ازاي يعني؟ لا، ما حاجات قطع صغيرة جدا. دي رسالة يعني كنت عايز أوصلها، وكانت يعني مجموعة خبرات دخلت فيه في الناحية العملية. ف يعني كانت نتيجة إن هو بيقبع عليه. يعني أنا دخلت فيه معارض، لقيت فيه واحدة إنجليزية جت بتطلب مني تشتري الملتقى دولي، فكانت عايزة تشتري العمل الفني ده، وكان ده اللي يدعو للدهشة إن هي مش من أصل عربي كمان. يعني على أساس الواحد يقول إن هي حاسة، لا، هي شافت فيه شيء، هي فنانة معانا يعني، شافت فيه شيء عايزة تحتويه وتملكه. فأنا رفضت صراحة، لأن أنا الأعمال الفنية اللي هي بتاخد معايا الوقت، التراث دوت ما بحاولش أفرط فيها، زي ما بعتز بيها زي أولادي بالظبط. قعدت أشرح لها، قلت لها الأولد تكنولوجي اللي هو مثلا زي الإيه المدق ده، حطي زي المدق ده زي بيغني عن الجرس، إيد حرة وقطعة حديد ثابتة في الباب، فبتدق بحيث ان هي تسمع اللي فوق ان في واحد تحت. برضك الناحية الرومانسية في البيت القديم انا ما نسيتهاش. القلة بتدي طابع التكييف. الانسان كان بيتكيف مع الطبيعة بأبسط صورة. حاليا حضرتك بتقول ان كل فن وله رسالة، فانا هحب اعرف من حضرتك ايه هي الرسالة اللي فن حضرتك بتقدمها من خلاله؟ بتبقى ناحية ذوقية
جمالية بصرية بتتنقل للمشاهد، بحيث ان هو بيعرف في موضوع مثلا زي التراث الشعبي، بيعرف لقطة زمنية لبيت شعبي قديم بتتثبت في التاريخ. يعني الأفلام الوثائقية بتتكلم على مواضيع معينة وبتثبتها زي في أرشيف معين. ده نفس الشيء، يعني بتبقى هو باكيت بيسجل نفسه لمنظر حارة قديمة، بحيث ان هو يدي للمشاهد التاريخ والحضارة بتاعت زمان. لو ممكن حضرتك تقول لنا الحارة الشعبية استغرقت وقت قد ايه في عملها؟ الحارة الشعبية دي كان عندي الفكرة من زمان وحضرت لها، بحيث ان انا نزلت في الجمالية والقلعة والاماكن الشعبية في القاهرة وفي الشرقية. فطلعت بالتصميم ده، لان ده التصميم ده هو نابع من الخليط اللي شفته في المجال ده. دي دخلت في 8 اشهر ما شاء الله. دي 8 اشهر، واخد بالك، لان فكره دسمه وفيها شغل كتير جدا. هي دسمه فعلا، يعني انا شايفه الارض ما شاء الله كانها شبه الارض بتاعت ايام الانجليز. طبعا. وكمان المشربيه، فقد ايه ان في مراعاه للتفاصيل وطالعه بدقه واحترافيه شديده. قابلني بعض مشاكل، مثلا الفانوس. طب اعمله، يعني حاولت اشوف من فانوس احطه جاهز، لا انا صنعته عندي استعداد التشكيل والحامل بتاعه طبعا. وكمان ما شاء الله شايفه في اضاءه جوه المشربيه. الاضاءه دي انا كنت متعمد اخش اعمل العمق ده، بحيث ان هي مرايه ذهبي. وحطيت فيها الوان، بحيث ان هي تدي شبوره، بحيث ان هي اللي يتفرج يبقى فيه العاكس بتاعه موجود، بس هو مش عارف ايه هو. زي ما هو موجود يعني قدامنا كده. شاركت كتير في معرض تل بسطة، ملتقى الدولي لمطروح. طب ايه المعرض اللي حضرتك تتمنى ان انت تشارك فيه؟ والله انا يعني عايز انشر الفكرة نفسها، الهدف دي رسالة انا عندي، ان انا انشر التراث الشعبي والاعمال الفنيه اللي هنا في النواحي الفنيه مقله بالاتجاه ده. ايه هو معيار النجاح بالنسبه لحضرتك؟ بدايه بيبقى مقتنع بفكره وعنده قدرات فنيه، فلو اجتمعوا الاثنين مع بعض بيطلع العمل الفني اللي هو الانسان اشتغل فيه. على سبيل المثال العمل ده دخل فيه عدة عمليات ليزر، دخل فيه صب معجون، نحت، قص ولزق، كهرباء، ويعني عمل فانوس، فإدى عمل دسم وفي نفس الوقت مش مرتبط بالمساحة، نوعية قطعة فنية. لو حضرتك تكلمنا بقى على المحتوى الديني وتراثنا أو ثقافتنا الدينية بالمساجد. المساجد طبعا بيت الله، وانا يعني منبهر بالزخارف الاسلاميه والمجال الفني في المساجد يعني القديمه. انا بعتذر طبعا، ملاحظه هنا قد ايه حضرتك حاطط سجاده خضراء نفس اللون السجاده الاخضر اللي بيكون في المساجد. كميه مراعاه للتفاصيل. ايوه، تفاصيل ده في اضاءه داخليه بتبين القبله، بس هي الاضاءه ما واقفه. فبتبين القبله وبتدي لك الجو بتاع داخل المسجد. اتعرض عليا بردك حد بيشتريه، فانا بردك رفضت، لان زي ما قلت ان ده التراث والحاجات ديت انا بعتز بيها جدا. يعني كم من الناس كانوا عايزين يشتروا الحاجات القديمه دي، البيت القديم، ناس بسطاء جدا عايزين يشتروه. يعني فده بيدل على نجاح العمل، والفكره نجحت، والتنفيذ مش الفكره بس. الفكره ممكن مش كفايه،
التنفيذ بيبقى دقيق بحيث ان هو يحسس المشاهد بواقعية العمل. طيب لو تسمح لي اقول لك ايه اقرب تصميم لقلبك في التصاميم دي كلها؟ ربنا يبارك يعني. والله ده زي اولادي بالظبط كلهم. ربنا يبارك يا رب. هقول عليهم ايه يعني، ولكن بعتز بيهم كلهم صراحة. يعني واحد حسيت ان هو مقرب جدا بقى، يعني تحبه قوي اكتر من حاجة والله تانية. مش صعب ان انا يعني شوفي الحجم الصغير بتاع الاعلان ده. يعني حضرتك بتحبهم زي اولادك، والاولاد بيبقى بنفس المعزه بالظبط. يعني ده لان تعبت في كل عمل اجتهدت فيه. كل خطوه كنت بعملها بحساب. ربنا يبارك يا رب. حضرتك اتفضل كلمنا على الزهريات الجميله دي. طبعا هي من خشب، حاجات كده صديقه للبيئه، فالتصاميم رهيبه بصراحه، والنقوش. اتفضل احكي لنا حكايتها. هي بتبدا لوحات بيخش فيها ريليف. شفنا البجعه دي، كل الاسود ده بارز. ريليف الوان زيتيه جوه فضي. هي جميله جدا، وفي نفس الوقت من زاويه تاخديها من زاويه تبص تلاقيها منوره، تاخديها من زاويه تانية تبص تلاقيها ضلمت. تمام. وبالنسبه للزهريات الجميله دي، الفازات برضك دخلت مثلا هنا الريليف بارز، وهنا برضك الوان فوسفوريه مائيه، بحيث ان هي تدي ايقاع بتاع البحر. تمام. يعني رسم بارز، ده رسم بارز والورد، والوان فوسفوريه مائيه. تمام. اتسالت عليها كتير الالوان دي، لان مفيش حد بيشتغل فيها. طب ليه بينظر الشغل فيها؟ لان غاليه. تمام. غاليه وبس بتدي نتائج عظيمه جدا. تمام. دي الوان عاديه، مش الوان مائيه عاديه. دي بيخش فيها زخرفه برضك خاصه، بحيث ان هي فيها طابع الادم وبتدي قيمه برضك الحاجات دي ما شاء الله شبه الجاتو شويه، او التورته اللي لونها ازرق دي. ايوه شبه قطعه التشيز كيك. تصميمها على شكل الشمعه. بس بدل ما الفاير والنار اللي طالعه بيبقى زهره وورد. ديت برضك عمل فني يعني. وكان لقيت فيه تعليقات كبيره عليها. ربنا يبارك. بحيث ان هي مديه طبيعه لتسييح الشمع او التسييل الغير منتظم، وبيدي ايقاع الادم برضك، والوان فوسفوريه مائيه مع اللون الذهبي. تمام. دي فازه فخار. يعني دي فيها اكسده تلوين. طبعا اللي انا شايفاه ده دلوقتي اعتقد ليه علاقه بالتوازن، صح كده؟ ايوه. فاحكي لنا حكايته بقى، وفكرته جت منين؟ هو عباره عن فكره بسيطه بتتبني على مركز الثقل اللي هو بيبقى هنا، وقوه هنا وقوه هنا، بحيث يحصل فيه توازن بين القوتين، ويحصل فيه اتزان، ويبدا يعمل العمليه ديت بحيث ان هو ما شاء الله. وفكره بسيطه جدا. وفي برونزات داخله، برونزات والوان فوسفوريه، بحيث ان هي تظهر العمل بيبقى مبهر زي الوان السيرك. تسلم ايدك. طيب بخصوص الفازه الجميله اللي قدامنا دي الوانها زاهيه جدا. دي بقى بيبقى فيها الوان فوسفوريه برضك مائيه، واللي عايز يبدا بحاجات زي كده. الخرز ده هو ممكن يتجاب من الخردواتي ويتلزق فيها، شيء سهل الممتنع، بحيث ان هي محتاجه تنسيق للقطع بحيث ان هي ما تكونش مزعجه للعين. ايوه. برضك الوان فوسفوريه مائيه داخل فيها قطع من الاكسسوارات المعدنيه لتحت معموله باللزق. والقطع ديت المدورات ديت الحاجات المعدنيه اللي في الزينه بتبقى فيها حاجات مدوره كده، بتعمل زينه. قد ايه حضرتك بتاخد التفاصيل الصغيره دي كانها مقتنيات عشان تحطها في القطعه اللي حضرتك بتعملها عشان تطلعها باحسن صوره؟ قطع الفخار برضك زي ما قلت لك بتبقى فيها سهوله في التلوين، بحيث ان هي نسد مسام
وندي ال يعني بتبقى فيه طبقة مصقولة وصرفرة، وبعد كده بتتاخد أكسدة لون غامق بيدهن بيها كلها، ويجي حتة تتمسح بيها الأماكن العالية كلها، فيبقى الغامق في الأماكن الواطية، فبيدي تحديد للزخارف. خلي الشكل جميل. اه تمام. انا بشكر حضرتك استاذ نبيل، وشكرا على اللقاء الجميل ده والقطع الجميله اللي حضرتك بتقدمها لنا، واتمنى ان الشباب والجيل الجديد ان هو يستفيد من حضرتك. شكرا. اهلا بيكي وانت بتعملي رساله جميله لنشر الوعي الفني في المجتمع. شكرا لحضرتك. شكرا.